ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي اللوز وجميل يا مدمس، شغل ايديا وزيه مفيش، خد لك منه بقرش وغمس، فول متنقي وعليه تحبيش. وكل سنة وانتوا طيبين. مفيش بيت في رمضان او غير رمضان ما بياكلش فول ولا فلافل. النهاردة بقى هندمس شوية فول عظمة العظمة، وكمان هنعمل فلافل بطريقة سهلة وبسيطة مش مكلفة خالص. مش هتبطلوا تعملوه في البيت، هتبطلوا تشتروه من بره خالص، وهيطلع معاكوا لونه كهرمان. تابعيني لاخر الفيديو علشان اقولك ازاي تدمسيه ويكفي معاك الشهر كله. وكمان هنعمله باكتر من وصفة بطريقة سهلة وبسيطة. لو انت اول مرة تشوفي القناة بتاعتنا ما تنسيش تضغط على زر الاشتراك واعملي لايك وشير، وضغط على زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من وصفاتنا السهلة البسيطة الاقتصادية اللي على قد الايد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ اول وصفة في الفيديو بتاعنا. اول حاجة احنا هنجيب كيلو من الفول، او لو انت عايزة تعملي نص كيلو عدد الافراد قليل ممكن. انا هعمل كيلو علشان الكيلو ده هيقعد معايا الشهر كله. وتجيبي الفولة اللي لونها اصفر، ما تجيبيش الفولة اللي لونها غامق. انا غسلت الفول كويس جدا وهنقعه، ودلوقتي حطيت عليه مية وهسيبه منقوع في المية دي لمدة حوالي 3-4 ساعات بس مش اكتر. ما زودتش في نقعه عن كده، 3-4 ساعات في المية دي. صفيت المية بتاعته وادي شكل الفولة، شايفين لونها اصفر زي ما هي ازاي. هنجيب بقى الدماسة بتاعتنا وهننزل بكمية الفول اللي احنا نقعناه في المية 3-4 ساعات. تمام زي ما انتوا شايفين كده. تمام اهو قدامكم. هنزل بالفول اللي احنا نقعناه في المية 3-4 ساعات الاول، اهو الفول المدمس. بعد بقى ما نزلت بالفول المدمس هجيب بقى ايه، هجيب شوية كوباية فول اللي هو بيسموه الفول المجروش او الفول المدشوش من عند العطار او من السوبر ماركت، مغلف زي ما انت عايزة. انا جبت على الكيلو نزلت بكوباية كبيرة او مج كبير فول مدشوش، ونزلت بكوباية عدس اصفر. تمام ما حطيتش رز، ما حطيتش اللي هي القمح، ما حطيتش حاجة من دي خالص. وحطيت الفول المدمس الاول وبعدين ما قلبتش فيه الفول المجروش ولا العدس، حطيت دي طبقة ودي طبقة علشان لو انا قلبتهم هيتحرق مني. هنا بقى اجيب فص توم لو عندك، وزي ما انت عايز شايفة قدامك كده انا بخرمه بالسكينة ما قطعتوش. فصين توم كده يا سلام على الريحة وعلى الطعم. ما عندكيش فص توم وكله مفروم، هاتي قطعة توم مفرومة من الفريزر وحطيها مفيش مشكلة. انا عندي فص توم، حطيت فصين على الكيلو. بصراحة هو جميل قوي وبيديله ريحة حلوة. ما تقطعهوش عشان الزيت بتاعه ما يروحش منه. انا خرمته بالسكينة، بيقدر يفرز الزيوت اللي جواه، بتخلي للفول ريحة وطعم جميل جدا. هنا بقى تركاية مهمة برضو، عايزاها او مش عايزاها انتوا حرة. جبت معلقة اللي هو كركم، معلقة كركم. برضو ما انتيش عايزة تحطيها مفيش مشكلة، انا بحب احط معلقة. ولو انتي حابة تحطي معلقة بابريكا برضو حطي مفيش مشكلة، مش عايزة مش مهم. وتخليه على نار هادية، وحطينا كمية المية زي ما انتوا شفتوا. وتخليه على نار هادية بقى. انا عاملاه بصراحة من بالليل للصبح، يعني سبته 5-6 ساعات على نار هادية خالص. يا اما انا بحطه على الوابور الكهرباء، او لو انت عايزه تحطيه بقى على النار العين الصغيره مفيش مشكله، وهدي النار. هنا بقى عقبال ما الفول بتاعنا يخلص هنعمل الفلافل بتاعتنا. انا جبت هنا نص كيلو فول مجروش اللي هو الفول المدشوش. بصراحه هما بيقولوا عليه الفول المدشوش وفي ناس بتقول عليه فول مجروش عشان اعمل فلافل. انا نقعتها من بالليل للصبح. تاني يوم صفيت المية بتاعته. هجيب الكبة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، هنزل بالفول. وجبت كزبرة خضرة يعني بصي عودين، ورقتين كزبرة خضرة وورقتين بقدونس
وورقتين شبت وبصلايه واحده بس. حاولي ان انت ما تزوديش البصلايه، بصراحه انا عامله معاكم نص كيلو بس، نص كيلو فول مجروش او مدشوش عليه بصلايه واحده بس. وادي شايفه الكزبره او الشبت والبقدونس، واشغل الكبة عليهم وافرمهم مع بعض عشان تطلعي احلى فلافل جميلة جدا. شايفين شكلها بعد بقى ما فرمت الفول مع الكزبرة الخضراء مع البقدونس والشبت والبصلاية واحدة بس، ما تكتريش بصل عشان ما تسيبش منك. نزلت بقى بالبهارات بتاعتي اللي هي ايه، ملح فلفل شطة، ذرة كمون، كزبرة ناشفة. والتركاية بقى المهمة اللي تخلي الطعمية بتاعتك تبقى فشة كده وهشة وجميلة، هنحط معلقتين كبار بيكنج باودر. ما حطيتش بصراحة لا كربوناتو ولا اي حاجة من دي خالص عشان ما تتعبش المعدة. انا حطيت مع بيكنج باودر بس، مش اكتر، معلقتين بيكنج باودر. واقلب بقى البهارات بتاعتي مع مكونات الطعمية دي كلها زي ما انتوا شايفين اهي ماسكه في ايدي. لونها اخضر وجميل جدا، وكلها مكونات سهله وبسيطه وموجوده في البيت. تقدري بقى تفرزيها في الفريزر وتقعد معاكي شهر رمضان، يعني ممكن الكيلو يقعد معاكي لشهر رمضان واكتر. بصراحه النص كيلو من الفول المجروش ده طلع معايا كميه طعميه كبيره ما شاء الله اللهم بارك. هنا بقى انا كنت بقى عايزه احمرها علشان ناكل. جبت طاسه كمية من الزيت، وابدأ بقى اكور الطعمية بتاعتي كده وبططها بالشكل ده، الحجم اللي انت عايزاه. بصي بقى في تركة مهمة، عايزة تعمليها بالسمسم مفيش مشكلة، عايزة تعمليها بالكزبرة الناشفة مفيش مشكلة، كل واحد حسب رغبته وحسب ما هو عايز. ممكن تحشيها كمان لو انت حابة، مش حابة تحشيها جبنة او بيعملوها بالصلصة زي ما انت تحبي. هنا بقى شايفين لونها جميل جدا، حلوة قوي، مكوناتها موجودة في البيت. هتبطلي تشتريها، انت عاملاها بنظافة في البيت وما بتاخدش منك وقت خالص. وقت ما فرمت الفول والمكونات بتاعته في الكبة بتاعتك هتفرزي الكمية اللي انت عايزاها، وطول الشهر تطلعي بقى تعملي على السحور، تعملي على الفطار زي ما انت عايزة. بكيلو واحد هيكفي معاك الشهر. شوفي انت بقى بتشتري كل يوم في السحور بكام وبتشتري ساعات في الفطار بكام. وادي طبق الطعمية بتاعنا اللي احنا حمرناه، الفلافل الجميل جدا، حلوة قوي جميلة جدا. بصي طعمها حلو قوي قوي خالص، احلى طعمية او احلى فلافل زي ما انت عايزة تعمليها وتاكليها في البيت. هنا بقى بعد الفول بتاعنا ما تدمس، وادي شكله وريحته يا سلام، ولا لونه جميل جدا جدا. شايفين الفولة بفولتها ازاي اهو زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. تمام، هنعمل اول وصفة من وصفاتنا في الفول. هنجيب طاسة، هنجيب بصلاية وهنقطعها مكعبات زي ما انت شايفة كده، لا هي صغيرة قوي ولا كبيرة قوي. يا دوب هدبل البصلة بتاعتي في شوية زيت، هقلب كده البصلة، حطيت عليها طماطمية وطماطمية مقطعاهم مكعبات اهو علشان نعمل احلى طبق فول بالطماطم جميل جدا. ريحته بتجيب اخر الشارع بصراحة، يعني كل اللي في البيت بيعرف ان انت عاملة فول بالطماطم. هنا بقى انا مقطعة فلفل حراق ومقطعة فلفل اخضر اللي هو العادي. برضو عايزة تحطي فلفل حراق وتكتري مفيش مشكلة، مش عايزة حطي فلفل اخضر. واقلب بقى البصل والطماطم والفلفل كده مع بعض. انا بحب احط شوية حراق وشوية فلفل اخضر عادي، واقلبهم كده مع بعض بالشكل ده. انا مش عايزة الطماطم بتاعتي تدبل ولا البصل يدبل خالص، فيدوب قلبتهم كده مع بعض زي ما انتوا شايفين اهو. تمام كده لحد بقى ما احس ان هم خلاص يتقلبوا مع بعض، انزل بكمية الفول بتاعتي، تجيبيه من الدماسة على الطاسة. شايفين شكله عامل ازاي، جميل جدا، ريحته بصراحة حلوة قوي، جميل جدا. انا بحب اعمل الفول ده على طول في رمضان.
ممكن لما نفرزه تطلعي الكيس على قد الوجبة اللي انت هتعمليها وتعمليه بالطريقة دي، يبقى حلو في الفطار والسحور. وادي بقى نص معلقة، يعني معلقة صغيرة من الدقة بتاعتي اللي انا عملتها لكم في فيديو التفريزات. يا سلام، وقلت لكم عليها في فيديو التفريزات، بعمل بيها الفول حلوة قوي قوي، اللي هي الشطة الخضراء والثوم والملح، وقلبتهم وضربتهم مع بعض. وتجيبي بقى نص معلقة صغيرة، ما تكتريش عشان احنا عارفين انها فيها ملح، على قد ما بتحدقي الفول بتاعك. وادي شكل طبق الفول بتاعنا اللي هو بالطماطم، جميل جدا. تحطي بقى قطعتين زبدة عندك من التلاجة، عندك زبدة فلاحي حطي بقى، عندك زبدة نباتي حطي، ريحة وطعم وحاجة كده. بصي مش محتاج اي حاجة تانية اكتر من كده خالص. جميل جدا جدا، احلى طبق فول واسرع طبق فول، مش مكلف خالص، حاجة بسيطة سهلة. نيجي بقى للوصفة التانية بتاعتنا اهي، وصفة الفول التانية. نجيب طاسة برضو، قطعنا بصلة مكعبات، حطينا عليها شوية زيت، نزلنا بطماطمتين او طماطمية واحدة. بصي حاولي تويمي حاجتك على قد كمية الفول اللي انت هتعمليها. نزلت عليهم بشوية فلفل اخضر وشوية فلفل اخضر حراق، ونزلت عليهم بقى هنا كان عندي زيتون متقطع حلقات، اللي هو ده طبق الفول القنبلة، ده جبار بصراحة، جميل جدا جدا. هنا بقى رشة كزبرة خضرة ورشة شبت، وكان عندي بتنجانية واحدة بس قطعتها مكعبات وحمرتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بصل وطماطم وفلفل حراق وفلفل اخضر وزيتون متقطع حلقات، ونزلت بالبتنجان اللي قطعناه مكعبات وحمرناه، وننزل بالبهارات بتاعتنا اللي هي ملح، فلفل، ذرة كمون، كزبرة ناشفة. وقلبي بقى وانزلي بطبق الفول بتاعك على قد الكمية اللي انت عايزاها، وده اسمه طبق الفول القنبلة. حلوة قوي. شوفي انت هتشتريه من بره بكام، واحسبي الكمية هتعمليه وهتطلعي كمية كبيرة ازاي. انا بصراحة حاطة طبق صغير فول زي ما انتوا شفتم، شوفوا الكمية قد ايه. ده بقى تعمليه في الفطار ويا محلاه يا محلاه، جميل جدا. وجنبه الفلافل، طريقة غريبة، طريقة حلوة جميلة جدا. بعد بقى ما خلصنا تقليب المكونات الفول كلها مع بعض، هنيجي نعمل له الطشة بتاعته. طشة يا زوزو؟ ايوه، احلى طشة. هنجيب قطعة ثوم مفروم، وهننزل عليها بكزبرة ناشفة، هنسيحها وهنقلبهم في معلقتين زبدة، هننزل عليهم برشة كزبرة خضرة اهي زي ما انتوا شايفين، وطماطمية واحدة بس مقطعينها مكعبات اهو، وننزل بقى بمعلقة خل او عصرة ليمونة، وشمي بقى ريحة الطشة. يا سلام يا سلام يا محلاها، بتنقل طبق الفول ده في حتة تانية خالص بصراحة. كأنك مش بتاكلي طبق فول، كأنك بتاكلي طبق فتة. جميل جدا، حلوة قوي. طريقة حلوة تقدري تعمليها في رمضان. شايفين قلبت بقى الطماطم مع الكزبرة الخضراء مع الثوم مع الكزبرة الناشفة ومعلقة الليمون اللي احنا عصرينها او معلقة خل، وتنزلي بقى على كمية طبق الفول بتاعك القنبلة وتحطي على الوش كده. يا سلام، ادي طشة الفول بتاعتنا، طريقة جميلة جدا حلوة قوي. نيجي بقى نعمل الطبق الفول التاني بتاعنا ده، اللي هو طبق الفول بالبيض. اظن كلنا بنعشق طبق الفول بالبيض ده وكله بيحبه. هنجيب برضو بصلاية ونقطعها مكعبات، هننزل عليها هنرش رشة يعني نص معلقة ملح صغيرة ناعم كده، هنرشها على البصلة علشان البصلة بتاعتنا ايه يعني تبقى مقرمشة كده، ما تبقاش دبلانة. هننزل بقى بالبهارات بتاعتنا اللي هي ايه، برضو ملح، فلفل، شطة، كمون، كزبرة ناشفة. قبل البصلة بتاعتك ما تدبل تنزلي بالمكونات دي كلها على البصلة بتاعتك اهي زي ما انت شايفة كده بالظبط. هنقلب بقى البصلة في البهارات بتاعتنا وشمي بقى الروايح. يا سلام، بصي ريحتها حلوة قوي،
نزلت بقى بطماطمايه او 2 مقطعاهم مكعبات. هنا بقى محناش تركايه مهمة ما تنساهاش، مش هنحط توم علشان احنا هنعمل فول بالبيض، فمش هنحط توم خالص. تمام. هنقلب طماطمايه مقطعينها مكعبات مع البصل مع البهارات. هننزل بقى بطبق الفول او بكيس الفول اللي احنا مطلعينه من الفريزر اهو زي ما انتوا شايفين كده. قلبت بقى المكونات كلها مع بعض مع الفول اهو قدامكم اهو. تمام كده. تقلبي لحد ما تحسي ان المكونات كلها بقت مع بعضها تمام كده اهو زي ما انتوا شايفين. طبق الفول ده جميل جدا، حلو على السحور، منه البيض ومنه الفول. يا محلاه طبق الفول على السحور. هنجيب بقى البيض بتاعنا، هتجيبي بيضة 2 3 4 زي ما تحبي على حسب عدد الأفراد. وهنكسر البيض على وش طبق، على وش المقلاية او الطاسة بتاعتك، طاسة الفول زي ما انت بتحبي تقولي. وتجيبي بقى رشة فلفل اسمر كده وترشيها على البيض نفسه من فوق زي ما انتوا شايفين، يعني على البيض بس مش على الفول. وهنجيب غطا الطاسة او غطا الحلة زي ما انت عايزة، وهنغطي وش الطاسة علشان البخار بتاعنا لما يصد في غطا الحلة ينزل على البيض يخلي البيض بتاعنا يستوى اهو زي ما انتوا شايفين كده. وادي محلى طبق الفول اللي بالبيض. نيجي بقى لطبق الفول الاسكندراني. ده بيتعمل بقى بطريقة سهلة وبسيطة عادية خالص. كله ني في ني. كله ني في ني. كله ني في ني. هنجيب طبق او بولة، بصلايه متقطعه مكعبات، طماطمايه متقطعه مكعبات، رشه بقدونس، كزبره خضراء او شبت. بصي اي حاجه خضراء حلوه بتبقى مع الفول جميله جدا. برضو فلفل اخضر، فلفل حراق برضو. هنا بقى الدقه بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها وعاملاها في فيديو التفريزات، هتلاقوها في فيديو التفريزات دي. خلي الدقه دي اعمليها وعينيها في الفريز، مش في الفريزر، في باب التلاجة هتستخدميها على طول. ورشه كزبره ناشفه ورشه، مش هنحط ملح علشان احنا حاطين في الدقه الملح، فمش محتاج ان احنا نحط ملح. تمام. هننزل بقى بكميه الفول بتاعتنا بطبق الفول اللي جايبينه متدمسه او بكيس الفول اللي احنا مطلعينه من الفريزر. ونقلب المكونات كلها على البارد كده، بس الفول بتاعنا سخن، انما كل حاجة ني في ني ما هياش مستوية. شايفين شكله عامل ازاي؟ ونقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض، وده احلى طبق فول اسكندراني جميل جدا. حسيت هنا ان اللون الاخضر مش باين قوي، انا بحب الكزبرة الخضراء والبقدونس مع الفول. وادي شكل اصنافنا جميلة جدا. ادي طبق الفول الاسكندراني، وادي طبق الفول بالبيض، وادي طبق الفول القنبلة الجبار الخطير جدا، وادي طبق الفول اللي احنا عاملينه بالطماطم، وادي الفلافل يا محلاها وانت عاملاها في ايدك. بجد هتبطلي تشتري الحاجات دي من بره. وادي الليمون المخلل اللي احنا عاملينه، وادي اللفت. واحلى اكله بصراحه كلنا بنعشقها في رمضان، حلوه قوي بتشبع، جميله جدا، سهله وبسيطه. تقدري تعملي كيلو فول يقعد معاكي شهر كامل. هنا بقى انا هفرز دلوقتي كميه الفول اللي انا عايزاها تقعد معايا شهر. بعد ما عملت الفول بالطريقه اللي انتوا شفتوني عملتها، شايفين شكل الفول حلو قوي بصراحه، جميل جدا. هتعمليه بالطريقة دي هيعجبكم. ادي شايفين كمية الفول، كيلو فول طلع معايا كمية كبيرة جدا جدا. هجيب اكياس بعد ما احس ان هو يعني برد شوية علشان الاكياس بتاعتي ما تتقطعش. تمام. وتقدري تظبطي المية بتاعته بحيث ان احنا عارفين ان الفول بتاعنا كل ما بيقعد كل ما بيتقل، كل ما بيقعد كل ما الكمية بتزيد وبيتقل معاكي. وتبدأي تجيبي اكياس تلاجة زي ما انت عايزة او علب تلاجة، بصي زي ما انت عايزة، وتبدأي تعبي الكمية اللي انت عايزاها. انا مثلا على حسب عدد الافراد هتطلعي كيس، هتطلعي 2 زي ما انت عايزة.
وده احلى فول تعمليه في البيت وتفرزيه ويقعد معاك الشهر بصراحة. تقدري تعملي الكيلو هيقعد معاك الشهر كله، شهر رمضان. وكل سنة وانتوا طيبين. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير، واكتبوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في وصفاتنا، وايه رأيكم في وصفات الفول